ليه ما نوصلش للوضع المثالي في عمليه السلكشن لرجل المبيعات؟ طيب اول حاجه هو مبدئيا تاني نرجع نفس النقطه ان هما ما بيسمعوش بعض. فالاتش ار مانجر مثلا بيكون عنده تصور معين عن شكل البياع او بروفايل البياع كويس، وبيبني على اساس البروفايل ده الريكويرمنتس او الطلبات اللي هو عايزها، ويبدا يجادج او يحكم على الناس بناء على البروفايل ده كويس. فهو بيعمل بروفايل ويبدا يدخل الناس، والله فت يخش، مش فاتنج بره. طب يعني البروفايل ده اتبنى على اساس ايه؟ الهايرنج بروسيس بتاعتنا او السلكشن بروسيس بتاعتنا مبنيه على 3 محاور. الاورجانيزيشنال ريكويرمنتس، المتطلبات التنظيميه نفسها بتاعت الوظيفه نفسها المبنيه على الجوب ديسكريبشن والكلام ده كله. تاني حاجه السكيلز المطلوبه منه. تالت حاجه الاتيتيود المطلوب منه. كويس. طيب في انا بقى ك اتش ار مانجر ممكن احكم على الاتيتيود مثلا، لكن السيلز سكيلز بقى. فالمفروض تاني نرجع نقطه البرين ستورمينج. والله انت عايز مين يعمل ايه، وضعيه الوظيفه، وضعيه الشخص، والسكيلز المطلوبه بتفرق جدا. لكن لو انا بصيت في المجمل كده لا، ده اللي بيعمل ده بدايه الصراع.